بالنسبة لنا لا يهم من يفوز بها، فزنا جميعا باحتضان العراق واحتضان البصرة مرة أخرى للاجتماع الخليجي والعرس الخليجي والمونديال الخليجي. مشاهدينا متابعينا، ننتظر بأن تستمر هذه الأيام وأن يستمر بالتأكيد هذا العرس وأن يستمر هذا الاجتماع وأن نشاهد متعة ليلة ماطرة جدا بالتأكيد هناك في البصرة. وهناك هذه الأمطار لا تؤثر على الأمطار التي ستؤثر أيضا على جري الكرة على سرعتها، ونشاهد الأمور الصعبة بالتأكيد بالنسبة للمنتخبين على اعتبار أن الأمطار تشكيلة فيها تغييرات عن المباراة الأولى والتصويبة الأولى التي كانت في اللقطة الماضية. محاولة كانت عن طريق أيمن حسين لكن حارس المرمى. إذا تهديد أول، لسه ما قلنا تشكيلة، لسه ما تحدثنا. شوف الكرة الأخيرة شتوية هناك في الأسماء. من أول الأسماء؟ أول الأسماء كاد أن يأتي. يا لها من كرة من قاسم لجامي، لكن كرة قاسم بتتحول إلى خارج الملعب. فرصة بتضيع. نواف العقيدي في حراسة المرمى، مد الله العليان، زياد الصحفي، قاسم لجامي، أحمد بامسعود. اليوم يريدون رأسية الملك الكل حتى خارج البصرة من جديد. العراق يريد أن يبدأ طبيعي جدا، لكن هذه كرة اصطفى ناظم وضرغام اسماعيل. كرة بتتحول الآن في نص الملعب. نحن سنواجه المستضيف. ترى فقط في لقاءات الفريقين بالتجديد والمضياب. الكرة عالية، يوهيم بايش بيرسل كرة عراقية. عن المنتخب السعودي الذي يأتي إلى هذه المباراة وهو ليس مطالبا بالفوز، وإن كان المنتخب السعودي بالتأكيد كمشاركة يريد من لاعبيه أن يحول. الكرة الثابتة تأتي عرضية، الله، الشباك الخارجية في اللقطة الماضية. فرصة لمصلحة المنتخب. نشاهد الكرة العرضية، ولكن وأندية العراق إذا ما استثنينا لاعبين يتواجدان أيضا في الدوري السويدي مع غوتنبرغ. الكرة بتتحول إلى خارج الملعب، رمية تماس. وربما الجيل الحالي للكرة العرضية التي تأتي. الكرة الرأسية من أيمن حسين. المنتخب العراقي في ضغط متواصل، والكرة بتتحول بعد ذلك إلى خارج الملعب. رمية تماس في اللقطة في هذه البطولة واللي شارك في بطولة أولى. والكرة العرضية طويلة وأمامية، لكن الكرة حارة المنتخب العراقي. يا سلام، من استضافة هذه البطولة بالنسبة للعب. بعد ذلك عوض الناشري. الكرة بتصل في الجهة اليسرى، فيها تقدم، فيها كما وقفت العراق من جديد في هذه الأجواء وسط هذه الصعوبة. فيها أيمن حسين، فيها كرة عرضية قد مرة أخرى، ولن كانت الأمور ثابتة. السعودية عرضية الذي يتواجد في التغطية، لكن التدخل يأتي عرضي أيضا على اللاعب علاء عباس الموجود في دكة مدربا. الكرة بتصل الآن فيها، يحاولون فيها بالتأكيد أخرى. تعود الكرة طويلة وإلى الأمام. الكرة يغير ثلاثة لاعبين في التشكيل. الله على الثبات، الله على إبراهيم بايش، الله، عرضية أفضل من بعيد، مد الله العليان طريقة. وهذه الوضعية تعود الآن. الكرة وقف وعرض في مكان. إبراهيم بايش يحاول في الجهة ماطرة جدا هنا على البصرة. يستمر حارس المرمى في هذه اللقطة ويبعد هذه الكرة. المهم بأن ينتبه اللاعبين من مسألة الالتحامات والإصابات، لأن هذه الأمور قد تعرضهم بالتأكيد لبعض الالتحامات الخطيرة. فيها وقوف، فيها محاولة. الكرة تعود بعد ذلك من حسن عبد الكريم. 26 دقيقة للمنتخب السعودي مشاهدينا، ما زال متعادلا، وبهذه النتيجة يستمر على قمة المجموعة إلى جانب المنتخب العماني إن استمرت الأمور بهذه الطريقة. إبراهيم بايش عرضية. فزنا جميعا باجتماعنا هنا مثالية. المباراة عرضية بتتهيأ، تصويبه، الله، الفقرة التي تأجلت من حفل الافتتاح. هدف العراق الأول في خليج 25 عن طريق إبراهيم بايش. 1-0 العراق 1، ودائما 1، والشعب 1، ومصير استمر في منطقته في ملعبه. الكرة بتتحول إلى خارج الملعب، والكرة عن طريق مصطفى ناظم. 1-0. شايف المدرب الإسباني في اللقطة الماضية. سلامات إن شاء الله عليها. والأجواء الماطرة والأرضية،
لكن انظر الآن التصويبة تأتي، الدربكة مستمرة. المنتخب العراقي أراد أن يسجل الهدف الثاني مبكرا مع بداية شوط المباراة الثاني. صافرة حاكم المباراة عادل النقبي وقاسم لاجامي. شوف الكرة حسن عبد الكريم، ربما لا توجد تغييرات أو تبديلات عن شوط المباراة الأول، نتيجتها أيضا مهمة جدا. المنتخب كرة عرضية في مكان بدون ضغوطات، مسألة اللقب للمنتخب الأول، وبالتالي هذه لاعبي الجيل الذهبي للكرة الاستمرار. الكرة تصل والأول ولا حتى بالمنتخب تصل إلى فيصل الغامدي أو رقم سيطر فيها تمريرة أطول. التقدم حسن عبد الكريم، مستحيل الكرة، مستحيل الفرصة. أرضية الملعب تقف معك يا نواف، وتقف بالكرة ليتقدم حسن عبد الكريم لوحده بعد أن مر بهذه الأجواء. وسط هذه الأجواء كاد أن يسجل على طريقة أحمد راضي، لكن الكرة التي ضاعت من أمجد عطوان اصطدمت برأسه والمرمى خالي في اللقطة الماضية. تسير بالشكل، لكن الكرة العالية الآن تسير، فيها مرور، فيها عرضية، هنا المرور، هنا التصويبة، لكن اللقطة الماضية اللي تباطأ فيها زياد الصحفي واللي تحولت بعد ذلك إلى خارج الملعب، حاول فيها أمجد عطوان صاحب 25 سنة. فتري جماهيره، كرة طويلة وعالية، واحدة أيضا من الأخطاء التي حسين لو فتح مساحة للتصويب. المحاولة المسرة فيها تمريرة، فيها انطلاقة، البحث. نشوف ونتابع التغييرات التي العراقي في الجهة اليسرى، وتعود الآن عراقية في مكان أرضية عالية رأسية. الله، المنتخب العراقي يسجلها.